خلي بالكوا قبل ما نبدأ، مفيش في مصر سمك مكاريل الا كراتين. ازاي بقى نوفر وندبر ونعمل من السمك المكاريل دوت التونه اللي انتوا بتشتروها بالشيء الفلاني من بره؟ اكسبلوروا لايك ومتابعه، ويلا بينا هنجوم الكوكب نعمل السمك التونه في البيت. يلا بينا هنجوم. اول حاجه هجيب سمكتين مكاريلا او 3 او 4 الكميه اللي انتوا عايزينها، وهنضفهم كويس جدا من بره ومن جوه، وهبتدي ان انا اقطعهم جزل بالشكل ده كده. بعد كده هنجيب ميه بتغلي وهنزل ببصلايه، واللي انتوا ما تعرفوش ان البصل ده اغلى من السمك ذات نفسه. حبه من الورق اللوري وحبه من الحبهان، حبه من الفلفل الاسود، حبه كمان من الكمون، حبه كمان من الكزبره. انزل بقى بسمكاتك يا اغلى من حياتك. بالنسبه لمده السوا بتبقى حسب حجم السمكه، والسمكه كل ما تكون اكبر وملحمه كل ما تبقى احسن. ضروري جدا نتخلص من الريم اللي بيطلع من فوق ده عشان يبقى ده من زفارة السمك. تقريبا خد ربع ساعة. بعد ما يطلع ويبرد بقى ابتدي ان انا افصصه. اول حاجة بقشره من ورا كويس جدا وبشيل منه اي شوك، وبعد كده باجي هنا ببطرمان احطه قطع كده بالشكل ده. نعمل بقى محلول الحفظ. دول شوية من المية اللي كان فيها السلق، وهبتدي ان انا اجيب ليمونتين واعصرهم عليه. كمان ملح على قد الكمية، شوية زيت على قد الكمية. نحط بقى في بطرماننا، وعايز اقول لكم تقدر كده تقعد شهر في التلاجة. عايزك تخش معايا بقى وتشوف الحلاوه والشياكه. اوعى 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 اوعى، جامده 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 جامده.